صباح الورد والفل والياسمين، ايه رأيكم بقى يا حلوين في الفراخ المشوية الجميلة دي؟ هقول لكم بقى على كل الاسرار في الفيديو ده يا حبايبي. هتطلع الفراخ معاكم بصوا رهيبة، مش هتبطلوا تعملوها. بصوا بقى شكلها ولونها بجد رهيبة. يلا بقى استنى تعليقاتكم في الفيديو ده، وان شاء الله الفيديو يعجبكم، ومستنية رأيكم يا حبايبي. واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد انا بنزله. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، ورمضان كريم عليكم وعلى الأمة الإسلامية. بصوا بقى الفراخ شكلها تحفة بجد، جميلة جدا من غير فرن ولا شواية ولا أي حاجة. تقدروا تعملوها على البوتاجاز كده بطريقة بسيطة جدا، وهتنفعكم في العزايم، جميلة جدا وسهلة. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض. هنا كده الصينية حطينا فيها معلقة سمنة، هننزل بقى بالبصل كده مقطعين جوليان. هنقلب البصلة كده لغاية ما تاخد معانا لون، احنا عايزينها تاخد لون شوية عشان تتكرمل معانا، تدينا بقى ايه تيست حلو اوي. كده البصلة ابتدت تاخد لون معانا، بس انا عايزاها تاخد لون اكتر من كده، عشان ده بقى ناخد التسوية اللي هناخده بقى من ايه، من البصلة المكرملة دي، وتدينا تيست حلو اوي. نحمرها كمان شوية كمان، ننزل عليها بالفراخ. وخلاص كده بصوا خدنا اللون بقى الكرملة ده كده كمان. البصلة بصوا اتكرملت معايا وخدت لون حلو، بس كده هننزل بقى بالفراخ. وكده بقى هنديها تقريبا بقى يمين وشمال كده عشان تاخد معانا تشويحة حلوة. لسه احنا منزلناش بالتوابل ولا اي حاجة، احنا بس بنديها صدمة كده ان شاء الله. هنسيبها شوية بس تاخد معانا ايه لون حلو من الجنب ده والجنب ده. وكده الفراخ بتاعتنا خدت صدمة من الجنبين. بصوا اهم حاجة الصدمة دي، هتاخد معانا لون حلو قوي، هتبقى طرية من جوه. كده خلاص هنزل بقى بالتوابل. هننزل بقى بالتوابل. معانا هنا ايه بهارات فراخ، معلقة كبيرة كده بهارات فراخ، 7 بهارات. كتروا بقى من ال7 بهارات لان الفراخ مش بتحب بهارات كتير. بابريكا، فلفل اسود، وملح كده بقى بليمونة، ليمونة معصورة، هتدينا طعم حلو جدا للفراخ. وشوية خل صغيرة، معلقة خل بس مش اكتر. وهنقلب بقى الكلام الجميل ده كله كده ايه مع بعض. بصوا بقى ما شاء الله، احنا لسه ما اديناهاش سوائل ولا اي حاجة، يا دوبك بس بنديها صدمة كده. لسه هنقلبها كويس كده. خلاص بصوا الفراخ خدت لون حلو واتكرملت. هنبدأ ننزل بقى بالمية السخنة، ننزل عليها بقى شوية شوية كده، مية سخنة أو باردة عادي، بس يفضل تكون سخنة من الكتل. وهنسيبها كده ايه، هنغطي عليها ونسيبها ونشوفها بقى. كده بصوا الفراخ شربت بقى الصوص كله. هنقلبها، بصوا ما شاء الله شكلها حلو جدا. هنقلبها كده ونزودها شوية كمان. وهنبتدي نزودها شوية كمان لغاية ما تستوي معانا بقى شوية شوية. هنقلب كده عشان نطلع بقى الكرملة اللي من تحت في الصينية دي، وتدينا بقى اللون الحلو للفراخ. كده الفراخ بص بتاعتنا ابتدت بقى تدخل في التسوية كده.
اول ما البصله هتتكرمل خالص وتدوب معانا هنعرف ان الفراخ كده ايه خلاص. هنفضل برضو ايه مكملين التسويه على نار هاديه. بص البصله ابتدت بقى تتكرمل خلاص وتدوب معانا كمان. كده بصوا الفراخ بتاعتنا شربت برضو السوائل وخلاص كده دخلت التسويه. حابين بقى تدوها لون كده من الفرن مفيش اي مشكله. انا كده الفراخ بصوا ما شاء الله استوت معايا وبقت جميله. حابين تستكفوا كده تمام، مش حابين انا احطها بقى على الشبكه تاخد معايا لون. كده الفراخ بتاعتنا بصوا خدت لون جميل ما شاء الله في الفرن على الشوايه. هننزل بقى بفحمايه كده عشان ناخد بقى طعم الشوي وتاكلوا بقى احلى فراخ مشويه من غير بقى دخنه ولا اي حاجه. ما شاء الله بصوا بقى الجمال. هنغطيها كده تاخد بقى ريحه الشوي. وكده الفراخ بتاعتنا بقت جاهزة معانا. بصوا طريقتها بسيطة جدا مش هتاخد معاكم وقت. طبعا انتوا عارفين ان رمضان الوقت ضيق جدا فبنلاقي بقى الوصفات السهلة البسيطة اللي ما تاخدش معانا وقت ولا مجهود، والنتيجة بجد جميلة. جربوها يا حبايبي وهستنى بقى رأيكم في الفيديو، واستنوني ان شاء الله فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.